السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. احنا النهاردة فين؟ احنا النهاردة في محطة قطار توصل. جابوا المعدات التقيلة اهي. احنا آخر مرة كنا مصورة لكم في أبو قير، العمارات العالية اللي هناك دي أبو قير. أنا مقربة لكم الصورة اهو. من الناحية التانية برضو الكوبري اللي هناك عندي مستشفى التأمين الصحي اللي في توصل. واضح خالص المعدات بتاعتهم. هيبدأوا بقى يفحروا ويعملوا القواعد بتاعتهم والتقالات اللي بيحطوها زي ما عاملين في أبو قير. أنا كنت موريالكوا قبل كده أبو قير دي. هنا ما في، بوريكم ما فيش مساكن حوالين المحطة القديمة. المحطة القديمة طبعا قريبة من المعدات ما كانش في حواليها سكان خالص، ما فيش عمارات. لكن لو بصينا بقى على المكان، يا رب يكونوا هيعملوها قريبة من المساكن عشان ما يخلوش. دي فتحة الإدارة اهي. نتمنى ان هم يقربوها من فتحة الإدارة المحطة الجديدة، لأن طبعا انتوا شايفين المساكن كلها الناحية بعيد عن المحطة القديمة. خلاص يعني قربنا. الهدد يعني في جميع المحطات انتهى. أغلبيته يعني انتهى، وبدأوا دلوقتي في المحطات اللي هي بدأوا فيها في البداية الهدد، بدأوا يبنوا فيها. وإن شاء الله نشوفوا بقى حاجات كده على أرض الواقع، وهنتابعه بإذن الله وهنصوره لكم إن شاء الله، ونشوفوا بقى الحلم بتاعنا كده وهو بيظهر قدام عينينا على سطح الأرض بإذن الله إن شاء الله. أتمنى تكونوا متابعيني كده باللايك والشير، وإن شاء الله نجيلكم بكل جديد عن مترو اسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.